تمام يا شباب، سامعيني كده؟ تمام، الصورة واضحة. ايوه. تمام. هنكمل كده، بسم الله. محمد اقفل الكاميرا. احنا من شوية خدنا ترتيب اديني. القارات. سامعيني كده؟ سامعيني يا شباب؟ مم. تمام. ايوه. احنا ايوه مس. تمام، احنا من شوية خدنا ترتيب القارات. قلنا اكبر قارة من حيث عدد السكان اسيا، وبعد كده افريقيا. وقلنا اسباب النمو السكاني في افريقيا بسبب حاجتين: الزيادة الطبيعية والهجرة. تمام كده. وقلنا الزيادة الطبيعية بشكل عام في افريقيا مرتفعة. اتكلمنا عن الزيادة الطبيعية، المعدل المواليد ومعدل الوفيات. قلنا معدل المواليد بيبقى عالي جدا في دولة اسمها النيجر، دي أولى عالميا وإفريقيا. طيب هيقول لي ليه معدل المواليد في قارة أفريقيا كبير؟ قلت له بسبب ثلاث حاجات: كثرة الإنجاب، الزواج المبكر، ضعف برنامج تنظيم الأسرة. أنت عايز تقول اتنين بس، تمام، مفيش مشكلة. طيب هيسألني تاني، هيقول لي ليه معدل المواليد معدل الزيادة الطبيعية في أفريقيا قل؟ هقول له بسبب اهتمام الدول الأفريقية والمنظمات بإيه؟ بضبط نمو السكان، إن هم يظبطوا عدد السكان، يطوروا النظام الصحي، يهتموا بصحة الأم والطفل. طيب معدل الوفيات في أفريقيا كبير ولا صغير؟ زي ما قلنا منخفض يا مس في وبيقرب. زنة عندك يا مس. في زنة؟ طب كده ايوه في لسه. كلكم يا جماعة عندكم الزنة دي؟ انا لا يا مس. انا ما طب عنديش الزنة. لا طيب، ما عنديش. يبقى المشكلة من عندك يا عماد. الناس تمام؟ تمام كده. بالنسبة لمعدل الوفيات قلنا منخفض. أعلى الدول الإفريقية في معدل الوفيات، حد فاكر منكم؟ حد فاكر أعلى الدول في معدل الوفيات مين؟ اللي هيقول يبقى أعلى بطل. الدول في الوفيات اه. نيجيريا الله يفتح عليك. وتشاد وليسوتو. ليسوتو ليسوتو. اه. تمام، الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. تمام. طب ليه معدل الوفيات عالي في المناطق دي؟ حد يعرف؟ انا يا بسبب مس ايه؟ كثرة الانجاب والزواج المبكر. لا، ليه معدل الوفيات عالي؟ ما بقولكيش ليه معدل السكان كتير، ليه معدل الوفيات عالي في نيجيريا؟ بسبب قلة الاهتمام بالصحة. تمام. بصي، بسبب تفشي الامراض وارتفاع وفيات الاطفال والامهات. تمام كده. يبقى عندي بسبب تفشي الامراض او بسبب انتشار الامراض. لو تفشي الامراض بالنسبه لك صعبه بلاش. انتشار الامراض وارتفاع وفيات الاطفال والامهات. تمام كده. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الزياده الطبيعيه. هنتكلم بقى عن الهجره. عندي نوعين من الهجره احنا واخدينها قبل كده وعارفينها. نوعين: هجره خارجيه، تمام كده، وهجرة ايه؟ داخلية. يعني ايه هجرة خارجية؟ اللي انا هاجر من جوه لبره، تمام. والداخلية اللي انا اجي من بره اجي ايه؟ جوه عندي، دي داخلية. تمام كده. طيب، عندي بقى الهجرة الخارجية، عندي نوعين منها. الداخلية مش هتكلم فيها، احنا بنتكلم الناس اللي بتمشي افريقيا بتروح فين، والناس اللي بتيجي على افريقيا بتيجي منين. تمام. يبقى عندي الداخلية دي مش هتكلم عليها خالص، انا هتكلم عن هجرة واحدة بس، اللي هي الهجرة الخارجية. لكن انواع الهجرات بشكل عام تبقى انت عارفها: هجرة خارجية وهجرة داخلية. الهجرة الخارجية اللي انا مثلا قارة افريقيا، بمشي من قارة افريقيا بروح قارة مثلا اوروبا، او بمشي من قارة اوروبا بروح قارة افريقيا، دي اسمها هجرة خارجية. يعني من قارة لقارة أخرى تماما. طب داخلية يعني مثلا جوه قارة أوروبا منها فيها أنت بتتجول بين الدول اللي موجودة في القارة دي. دي اسمها قارة، دي اسمها هجرة داخلية. يعني مثلا أنت لو في مصر وعندك هجرة داخلية، هتبقى مثلا في محافظات عندك مثلا من اسكندرية للقاهرة، أو من القاهرة لاسكندرية، دي هجرة داخلية جوه المكان نفسه. لكن الخارجية اللي هي بين القارات وبعضها. الداخليه احنا مش هنتكلم فيها، هنتكلم عن الهجره الايه؟ الخارجيه. عندي نوعين: الهجره الوافده. يعني ايه الهجره الوافده؟ يعني هجره جايه مثلا من قارات اخرى لقاره مين؟ افريقيا. ودي بتكون قليله قوي. بس بتروح فين بقى الهجره الوافده دي؟ بتروح لدوله اسمها جنوب افريقيا. تمام. دي اول دول افريقيه جاذبه للسكان، فيها شغل، فيها فلوس، اكتر الدول جاذبه مين للسكان. طيب،
الهجرة المغادرة اللي هي النازحة دي من أفريقيا لقارات أخرى. طب إيه الدول اللي ممكن الأفارقة يروحوا ليها؟ حد يعرف بشكل عام يعني كده؟ لو حد مثلا من مصر وعايز يسافر هيفكر يسافر فين؟ حد فيكم يعرف؟ قول يا محمد. فين؟ قول يا محمد. صفر. ها؟ صفر السعودية. السعودية، الله السعودية. يفتح عليك، اللي هي دول الخليج. برافو عليك، ممتاز. فريدة قولي. جدع. ها؟ أيوة فريدة قولي. مثلا ممكن يروح اليابان الصين كده. يروح ماشي تمام، يروح يعني الدول ايه الاوروبيه، المناطق اللي فيها شغل وفلوس كتير، تمام كده. بس هي غالبا بتبقى للدول الخليج العربي، تمام. يبقى عندي من افريقيا الى ايه بقى؟ بص اللي عليك في الدرس، كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده صح مش غلط، بس انا عليه حاجات في الدرس انا ملتزمه بيها. ايه هي بقى؟ بص، عندي لو ههاجر من افريقيا هروح فين؟ هروح اوروبا بالدور. اول بلد اول قاره هتجه لها اوروبا. تاني قارة هتجه لها أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة، تمام كده. تالت حاجة دول الخليج العربي زي ما قال كده محمد، اللي هو إيه؟ السعودية، تمام. بس أنا عندي حاجات في الدرس لازم أكون ملتزمة بيها، اللي هو اللي أنا بقوله لكم ده هو ده اللي أنتوا تعرفوه. يبقى عندي من أفريقيا لإيه؟ لأوروبا، أمريكا الشمالية، دول الخليج العربي، تمام كده. يبقى عندي نوعين من الهجرة الخارجية. إيه هي يا فريدة؟ فريدة، نعم. ايه هي نوعين الهجرة؟ الهجرة الهجرة لأفريقيا لا، نوعين الهجرة والهجرة بشكل عام، نوعين الهجرة بشكل عام. يعني انا اه عندي هجرة في الهجرة نوعين. المرتدة والهجرة المغادرة. لا انت مش معايا، بصي. قول كده يا محمد، نخلي محمد يقول وبعد كده هتكلم انا. قول يا محمد. الهجرة الهجرة الخارجية والهجرة الداخلية. تمام، بصوا يا شباب، انا عندي الهجرة بشكل عام في نوعين من الهجرة: هجرة داخلية وهجرة خارجية، تمام. طب يعني ايه هجرة داخلية؟ ان انا بهاجر بين المحافظات او بين الدول وبعضها في قارة واحدة. طب خارجية، الناس اللي بتمشي من قارة افريقيا بتروح فين؟ هي دي الخارجية، تمام. يبقى انا عندي نوعين من الهجرة: هجرة خارجية وهجرة داخلية. الداخلية مش هتكلم عليها، كل دول افريقيا تقريبا فقيرة، فالناس ما بتهاجرش من جوه القارة. من جوه القارة ما فيش حد بيهاجر للدول الاخرى، تمام، عشان القاره اساسا بوجه عام فقيره. الغرض من الهجره الناس بتطلع ليه تهاجر؟ حد يعرف ليه الناس بتطلع تهاجر؟ انا شخصيا لو حبيت اهاجر ههاجر ليه؟ تمام. مين؟ محمد عيد. قول مين اللي بيجاوب. فرص العمل. تمام، عشان فرص العمل، عشان اشتغل واجيب فلوس اكتر، تمام كده. فان انا هاجر جوه افريقيا دي حد طلع، مش عارفه مين. تقريبا عماد طارق ومحمد طارق. لا يبقى انا يا عندي. مس، احنا امال مين؟ موجودين. امال مين اللي طلع؟ في حد طلع، استنى كده. مريم. لا. ريم. مريم. اه لا، ريم دخلت تاني، تمام، تقريبا قطع عندها النت. يبقى انا اقفلي الكاميرا يا ريم. يبقى انا عندي نوعين من الهجره زي ما قلنا: خارجيه وداخليه. الناس بتهاجر ليه؟ عشان تدور على فرص عمل، تدور على فلوس احسن، تدور على تعليم احسن. فالهجره الداخليه دي انا مش هتكلم عليها، هتكلم عن الهجره الخارجيه. طب عندي الهجره الخارجيه عندي نوعين برضو منها: عندي الهجره الوافده اللي بتيجي من قارات اخرى لافريقيا. الدولة اللي بتيجي القارات التانية لأفريقيا دولة واحدة، هي دولة إيه؟ جنوب أفريقيا. هي أولى الدول الأفريقية جاذبة للسكان، تمام؟ يعني مستوى المعيشة فيها أكبر بس شوية. بس طيب. أيوه قول. الشيشة نصها بس هو اللي باين. الإيه؟ الشيشة نصها بس هو اللي باين عندي، بس الباقي طب كله مش باين. يا شباب، في حد تاني الشاشة عنده فيها مشكلة؟ واضحة عندي. لا، طيب يبقى مفيش من حاجة. عندك. ما هو مش راضية تتحرك. ممكن يبقى أنت عندك مشكلة. استري. طيب أنت شغالة على اللاب ولا لا شغالة لا على يا التليفون؟ مس. على التليفون. طيب ممكن ترستري التليفون، أنا معاكي. اعملها رستري ازاي التليفون. دي؟ اطلع بره يعني وافتح تاني؟ اه افتحي وخشي على الزوم تاني عندك على الجروب. هستناكي. ماشي. تمام.
مش راضي مهند. طب انت سامعيني؟ طيب انا كده كده هنزل الورق على الجروب، سامعيني؟ اه. طب المهم تبقي سامعيني تمام. وانا كده كده الورق هنزله على الجروب، انت هتذاكر من الورق ده وتذاكره كويس. تمام. وفي اسئله في اخر المذكره هنزلها برضك، هنحلوها مع بعض، وفي واجب. الناس تلتزم من فضلكم، الواجب يتبعت قبل الميت بيوم او اتنين عشان الحق اعلمه. تمام كده، عشان الحق اعلم تمام. لك الورق مش قبلها بساعه. يا مس، ايوه. هو عادي يا مس، لو مس انت تبعتيه امتى؟ دلوقتي على طول ان شاء الله، انا بنزل ماشي. اول ما بخلص ببعت على طول الورق، ما تقلقش يعني، انا عندي يعني في اول النقطه يعني دي اول اول ما يعني اخلص اول هتلاقي ما انا الورق نزل. احل اه يعني اول ما انا يعني احل مش هبعت. ابعت لي خاص، ما تبعتش على الجروب. ماشي. تمام. تمام ماشي يا محمد، الله ينور. يبقى انا عندي زي ما قلنا هنزله على الجروب، اسمعيني بس والورق كده كده هنزله على الجروب، تمام، عشان بس الميت وقته ما يخلص. يبقى انا عندي نوعين من الهجره زي ما قلنا، هجره وافده وهجره مغادره. طب الهجره الوافده دي اللي جايه لي، يعني انا قاعده في بيتي في وفد جاي لي خبط عليا ودخل، دي هجره وافده لفين؟ لافريقيا، يعني هجره جايه لي، خد بالك من الحته دي. يبقى عندي الهجره الوافده، الهجره الى ايه؟ افريقيا. طب اكتر الدول اللي ممكن تهاجر لافريقيا، هي اول دوله افريقيه جاذبه للسكان اسمها ايه؟ دوله جنوب افريقيا. تمام كده. طب الهجره المغادره او النازحه يعني ايه؟ يعني من افريقيا ورايح بلد تانية، اوروبا بتدور، امريكا الشماليه، دول الخليج العربي. طيب هيقول لي بما تفسر زي ما قلنا من شويه، ليه السكان بيهاجروا من قاره افريقيا لقارات اخرى؟ واحد، عشان يبحثوا عن فرصه عمل افضل. اتنين، يحسنوا مستوى المعيشه اللي هم عايشين فيه. تلاتة، يبحثوا عن فرص تعليميه جديده او يبحث عن فرص التعليم. أربعة، عدم الاستقرار السياسي والحروب، طبعا كلنا عارفين الموضوع ده. قولي اتنين بس، مش لازم تكتب كل اللي انا كاتباه ده، بس انا بكتبه كله علشان انت لما بتيجي بتذاكر بتسقط معلومه او اتنين. كل الطلبه اللي معايا كده، لما بتيجي بتذاكر بتسقط لي معلومه او اتنين، فانت احفظهم كويس. اتنين او تلاته وافيين جدا. طيب ايه هي بقى الهجره الغير الشرعيه؟ طبعا الناس دي عايزين بيدوروا على فرصه عمل، معهمش اصلا فلوس عشان يعملوا فيز وتاشيرات وكلام من ده، فبيعملوا ايه بقى؟ حد سمع عن الهجره الغير شرعيه؟ اه. تمام. بصوا، ايوه الهجرة يا الغير مس، ايوه. شرعية، تمام، أكيد كلنا سمعنا عنها. الهجرة الغير شرعية دي ناس ما بيكونش معاها فلوس كافية، بيكون معاهم فلوس برضه، لأن الناس اللي بتهاجر هجرة غير شرعية دي بياخدوا فلوس منهم كتير، مش قليلة، بس ما عندهمش المبالغ الكافية اللي هم يعملوا تأشيرات أو يروحوا بطريقة قانونية. يبقى أنا عندي لما يجي في الامتحان ويقول لي ما المقصود بالهجرة الغير شرعية، هقول انتقال الافراد بين الدول. يبقى انا بنتقل من دوله لدوله، ازاي بقى؟ بطرق غير قانونيه، تمام، دون تصريح، تمام، او تجاوز مده الاقامه القانونيه. يعني مثلا لو واحده مثلا سافرت السعوديه عشان تعمل عمره مثلا، او واحد سافر السعوديه عشان يعمل عمره، والفيزا بتاعته خلصت، المفروض يرجع، لا مش بيرجع، بيشوف حته يشتغل فيها، وبالشكل ده بتبقى هجره غير شرعيه. الفيزا بتاعته بتكون خلصت، قاعد في المكان غير شرعي، لو اتمسك في اي حته بياخدوه يرحلوه، ده اسمه تجاوز مده الاقامه القانونيه. يعني واخد شهر في السعوديه عشان يعمل عمره او اي شيء اخر، وبيلاقي شغل وبيبدا يستقر ويقعد، فده برضك بيعتبر هجره ايه؟ غير شرعيه. يبقى عندي انتقال الافراد بين الدول بطريقه غير قانونيه، دون ايه؟ تصريح، مفيش تصريح واخده من الدولة، او تجاوز مدة الإقامة القانونية. تمام. اكتر الدول ان الافارقة بيسافروها هي قارة اوروبا، لازم تعرف دي كويس جدا. ايوه يا محمد قول. هو العداد كده يا مس برضه مش بيحسبوا صح؟ الايه؟ العداد في السعودية كده مش بيحسبوا. ايوه لا مش بيحسبوا، لا، ما هو قاعد بطريقة غير شرعية، هو لو اتمسك بيسفروا تاني بلده. تمام، لازم اه. يبقى واخد تصريح من الدولة او فيزا من الدولة. طب انا مش واخد، الاول ما يمسكني اللي في السعوديه بيرجعني تاني البلد ايه؟ بتاعتي. تمام كده. وطبعا لازم الناس يبقى معاها فيز وتصريحات، ليه؟ عشان يحفظ حقوقه. يعني مثلا لو حصل اي شيء ومثلا اتنصب عليه في البلد دي، ما بيقدرش يلجأ للحكومه عشان هو اساسا قاعد بطريقه غير قانونيه، بيضيع حقه هناك، وده اللي هناخدوه بعد كده. تمام. نقول بقى دي الصفحه دي بسرعه عشان نشوف الناس ما تتوهش مني، ونراجع كده مع بعض. هسأل دلوقتي الناس تركز. عندي الهجرة نوعين، خارجية وداخلية. مش هتكلم على الداخلية، هتكلم على الخارجية بس. الخارجية نوعين برضو، اللي هي الوافدة
والمغادرة اللي هي النازحة. طب ايه الوافدة؟ الهجرة إلى أفريقيا. ايه أهم الدول اللي أنا بهاجر فيها لأفريقيا؟ دولة جنوب أفريقيا. تمام. طيب الهجرة المغادرة النازحة اللي أنا بمشي من أفريقيا لأماكن أخرى، أوروبا، أمريكا الشمالية، دول الخليج العربي. طب ايه أكتر الدول اللي بيهاجر منها الأفارقة؟ أوروبا، بيروحوا أوروبا. تمام. في سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان وبيتكرر كتير واتكرر السنة اللي فاتت، بما تفسر هجرة السكان من قارة أفريقيا إلى قارات أخرى. هقول له: واحد، البحث عن فرص عمل أفضل. تمام. اتنين، تحسين مستوى المعيشة. تمام. تلاتة، البحث عن فرص تعليمية. أربعة، عدم الاستقرار السياسي والحروب، البلد فيها حروب فبيضطر إن هو إيه يسيبها ويمشي. طب هيجي سؤال يقول لي ايه هي الهجرة الغير شرعية؟ هقول له: الانتقال الافراد بين الدول بطريقة غير قانونية. مش لازم تحفظ، افهم هتكتب صح. تمام. اقرا الورق مرة واتنين هتلاقي الدنيا ماشية كويس، دون ايه تصريح او تجاوز مدة الاقامة الايه القانونية. اكتر الاماكن زي ما قلنا اللي بيهاجروا لها الافارقة هجرة غير شرعية هي قارة اوروبا. نسأل الناس. نبدأ بريم. معلش يا ريم، انت في اول القائمة فبكتب بقول لك بنده اسمك الاول. عندي انواع الهجره ايه؟ أنا سامعين؟ أيوة سامعاكي. الهجره ايه؟ عندي الهجره نوعين، هجره ايه وهجره ايه؟ هجرة داخلية وهجرة خارجية. الله يفتح عليكي، الله ينور عليكي. محمد عيد. ايوه يا محمد. الهجره الخارجيه نوعين، هجره ايه وهجره ايه؟ الهجرة ايه؟ الهجره الخارجية. الخارجيه نوعين، ايه وايه؟ الهجرة إلى أفريقيا. لا بص. الهجرة الوافدة. الله يفتح والهجرة عليك، المغادرة. الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك. طيب فريده. اه. الهجره الوافده، اكتر الدوله اللي بيكون عليها هجره في قاره افريقيا اسمها ايه؟ جنوب أفريقيا، دول جنوب أفريقيا. دولة جنوب أفريقيا. الله يفتح عليكي، ممتازة. عماد طارق. نعم يا ميس. أيوة يا عماد. الهجرة المغادرة بتبقى من أفريقيا لإيه؟ لثلاث قارات، إيه هما؟ وثلاث دول، إيه هما؟ ها؟ ثلاث دول. لثلاث قارات، هما قارتين ودول. لمين ولمين؟ أفريقيا. أفريقيا. لما الناس بتبقى في أفريقيا بتهاجر بتروح فين؟ أنا معاك على مهلك. أمريكا الجنوبية. لا ما بيروحوش أمريكا الجنوبية، هما بيروحوا لو أوروبا. هيروحوا، بس إحنا بنتكلم عن اللي في الدرس. ها صح، وإيه تاني؟ وأمريكا الشمالية. الله يفتح عليك جدع، وإيه تاني؟ والسعودية. ايوه السعوديه، بس احنا بنقوله في الدرس دول الخليج العربي. احنا بنلتزم بالكلام، كل الكلام اللي انت قلته صح، بس احنا بنلتزم بالكلام اللي في الدرس. يبقى انا مش هقول السعوديه، هقول دول الخليج العربي. تمام كده؟ ماشي يا عماد. ماشي. الله ينور يا عماد، ممتاز. محمد طارق. نعم. محمد طارق. نعم يا ميس معاكي. ايوه ايوه. بما تفسر هجره السكان من قاره افريقيا الى القارات الاخرى؟ ليه الناس بتهاجر ليه؟ ها؟ البحث عن فرص عمل أفضل وتحسين مستوى المعيشة. الله يفتح عليك، وايه تاني؟ والبحث عن فرص تع... تعليم أفضل. تعليمية أفضل. الله يفتح عليك، أو تعليمية. تمام صح. وعدم الاستقرار السياسي والحروب. السياسة. تمام. لا قول لي اتنين بس، مش لازم كل ده، قول لي اتنين بس يبقوا صح. تمام كده يا محمد. تمام. الله ينور يا محمد، ممتاز. وعندي الهجرة غير شرعية، الناس تحفظ القانون ده، التعريف ده: انتقال الأفراد بين الدول بطرق غير قانونية دون تصريح أو تجاوز مدة الإقامة القانونية. تمام كده. وأكتر القارات اللي بيهاجروا إليها هجرة غير شرعية هي قارة أوروبا. تمام. طيب عندي أسئلة على القطعة دي. بيقول لك إيه؟ الأسئلة دي بتيجي كتير، ما دام أنا كاتبة الأسئلة في المذكرة تبقى أنت لازم تذاكرها كويس، بتيجي كتير في الامتحانات. تمام. ايه النتائج المترتبة على زيادة الهجرة الغير شرعية من افريقيا الى اوروبا؟ تمام. بيقول لك ايه؟ يؤثر سلبا على الاستقرار، او ايه بلاش سلبا دي عشان تبقى صعبة عليك. يؤثر على الاستقرار وامن الدول. ايوه انا دلوقتي لما بيبقى عندي ناس هجرة غير شرعية مفيش شغل، ممكن يعملوا جرائم هناك. تمام. وهو ما بيبقاش متسجل عنده فما بيعرفش مين اللي موجود ومين اللي مش موجود، فممكن تكتر الجرائم بسبب حاجات زي دي. تمام.
يبقى عندي النتائج المترتبة، خلي بالك من السؤال، على زيادة الهجرة الغير شرعية من أفريقيا إلى أوروبا. واحد، يؤثر على الاستقرار. يؤثر على إيه؟ على الاستقرار وأمن الدول. تمام. السؤال اللي بعده هسأل الناس تصحصح. إيه الأخطار اللي بيتعرض لها المهاجرين الغير شرعيين؟ زي ما قلنا دلوقتي، هو دلوقتي واخد مركب ورايح بقى في نص البحر، مركب أساسا غير مهيئة للمسافة دي كلها أو للسفر ده كله. بيحصل إيه؟ ممكن يغرقوا في البحر أو يتم استغلالهم زي ما سمعنا. تمام. مش هنخش يعني في تفريعات. يبقى الغرق فين؟ في البحر والاستغلال. تاني حاجة، هم دلوقتي في البلد دي حد مثلا نصب عليهم، حد سرقهم، حد اعتدى عليهم، مش هيقدر يروح للمكان ده يشتكي فيه، لأنه أساسا هربان من الحكومة. يبقى هيقول إيه؟ حرمانه من حقوقه في البلد اللي هو مهاجر ليها. ملوش حقوق لانه اساسا مش موجود عندهم، مش مكتوب، ولو مسكوه بيضطروا ان هم ايه؟ يرحلوه بلده. تمام كده. يبقى عندي الاخطار اللي بيتعرض لها المهاجرين الغير الشرعيين: واحد، الغرق في البحر. اتنين، حرمانهم من حقوقهم. تمام كده، في البلد اللي هم ايه؟ مهاجرين ليها. طيب، ايه هي بقى جهود مصر عشان تحد من الهجرة الغير شرعية؟ وضعت قانون. يبقى مصر عملت ايه؟ وضعت قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية. بص، اما يجيلك السؤال ده، ما هي جهود مصر للحد من الهجرة الغير شرعية؟ هتاخد مصر وتكتبها هنا. تمام. هتقول وضعت مصر ماله بقى؟ قانون يعمل ايه؟ مكافحة الهجرة الغير شرعية. يبقى عندي وضعت مصر قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية. تمام كده. بس حلو عليك كده. وممكن تقول السنة بتاعته اللي هي 2016. ما افتكرتش السنة ما تكتبهاش. يبقى عندي ما هي جهود مصر للحد من الهجرة الغير شرعية؟ وضعت مصر قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية لسنة كام؟ 2016. نسيت التاريخ ما تكتبوش، اكتب لي كده بس: وضعت مصر قانون لمكافحة الهجرة الغير شرعية. السؤال ده بيجي كتير، سؤال مصر ده بيجي ياما. تمام. طيب، ما هي بقى اقتراحاتك لحل مشكلة الهجرة الغير شرعية؟ ايه رأيكم؟ مين ممكن يقول لي اقتراحات؟ الناس بتهاجر ليه؟ توفير فرص عمل للشباب، تمام، ان انا اوفر لهم فرص عمل، صح. وايه تاني؟ وتحسين مستوى المعيشة. تمام. انا دلوقتي لو حسنت مستوى المعيشة للناس اللي موجودة هنا، اما اجي اوفر له فرصة عمل يشتغل ويكسب منها كويس، هيحسن مستوى معيشته، فمش هضطر اللي هو يهاجر. تمام كده. يبقى انا اوفر له فرص عمل فيها عائد كويس، ما يخليهوش يفكر يهاجر. ما دام هياخد فلوس كويسه هيحسن مستوى معيشته، فمش هيضطر اللي هو ايه؟ يهاجر. تمام كده. في كتاب الامتحان كاتب 6 7 السؤال ده: ما مقترحاتك لحل مشكله الهجره الغير شرعيه؟ في كتاب المدرسه انت عليك دول بس: توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشه. هتذاكر دول بس، الاثنين دول بس. في كتاب الامتحان كاتب 6 7 مقترحات، مالكش دعوه، مش موجودين، مش عليك اصلا. انت اللي عليك دول بس: توفير فرص عمل للشباب، تحسين مستوى ايه؟ المعيشة. تمام. طيب، بما تفسر بقى دلوقتي انا كل اللي انا خدته ده، اللي احنا بقالنا ساعة بنتكلم فيه، عدد السكان والنمو السكاني وان عدد السكان كتير. ايوه قول يا محمد. قول يا يا محمد. مس، ايوه. زي مع جلب الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة التي تدفع الأفراد للهجرة، على فين دي؟ بتتكلم في ايه بالظبط؟ اللي هي مع مقترحات للحد من الهجرة غير اه لا، الشرعية. مالكش دعوة، بخليك دول بس، دول اللي عليك، كل اللي في الكتاب ده مالكش دعوة، هم دول بس اللي عليك. دول تحفظ لي دول بس. وأنا معاك. ماشي يا حبيبي، بس دول بس تذاكر لي دول بس، يعني اللي كاتبين كتير ما لهاش لازمه، هم دول بس اعرف. تمام، عشان كمان تسهل عليك. تمام. ماشي. تمام. طيب، دلوقتي بقى كل اللي احنا خدناه ده وبنتكلم فيه من الصبح، اللي هو النمو السكاني وان الناس كتير وعليه، بنعمله كل ده ليه؟ حد يعرف؟ لما انا اعرف عدد السكان هعرف هم محتاجين ايه، هقدر اساعدهم. محتاجين بنية تحتية قد ايه؟ محتاجين ادخل، طبعا مش الناس دي محتاجة بنية تحتية. ايه هي البنية التحتية؟ ان أنا ادخل لهم مية، ادخل لهم نور. محتاجين مستشفيات. طب انا هعرف كل ده ازاي؟ عن طريق اللي احنا درسناه ده كله، اللي انا اعد السكان واعرف عندهم قد ايه وفي المناطق دي قد ايه. فهيجي هنا سؤال يسالك بقى، يقول لك ايه؟ بما تفسر اهميه دراسه البيانات والاحصائيات السكانيه ليه؟ لفهم التطورات السكانيه، مما يساعد على وضع خطط تنمويه مناسبه للمجتمع. ده صعب قوي يا ميس، ايه اللي انا هكتب؟ انا ده هقول لك لا ما تكتبش ده، هتكتب لي دي بس:
تساعد على وضع خطط لتلبية احتياجات المجتمع. تمام كده؟ دي مكتوبة في كتاب المدرسة بالنص، مش لازم تكتب شبهها، هتكتب لي دي. تساعد على وضع خطط لتلبية احتياجات المجتمع بس وشكرا. تمام كده؟ يبقى عندي بما تفسر أهمية دراسة البيانات والإحصائيات السكانية. السؤال ده بيجي وبيجي كتير. هقول له تساعد على وضع خطط لتلبية احتياجات المجتمع. عايز تحفظ بقى من الكتاب زي ما محمد عايز، فهنقوله إيه؟ لفهم التطورات السكانية مما يساعد على وضع خطط تنموية مناسبة لمين؟ للمجتمع. تمام؟ هنسأل الناس على فكرة. نسأل بقى الناس في اللي احنا خدناه ده. نبدأ بريم، بسم الله. ماشي. ماشي يا ستي، معلش يا ريم، انا كاتباكي في الأول. المرة الجاية هغير الترتيب. تمام؟ عادي. عادي، مش مشكلة. تمام يا ستي. بص، النتائج المترتبة على زيادة الهجرة غير الشرعية في أفريقيا، من أفريقيا لأوروبا أو لأي دولة تانية، بيعمل إيه؟ يعني الأخطار اللي بيواجهوها ولا إيه؟ لا، أنا دلوقتي لما أروح بلد أوروبا من غير ورق وعملت جريمة هناك، يبقى أنا هأثر على إيه؟ على استقرار الإيه؟ البلد، أيوة. صح؟ أيوة، استقرار البلد وحرمانهم من حقوقهم. لا استني، دي سؤال وده سؤال. بص، انا دلوقتي لما اروح البلد دي الهجره الغير شرعيه هاثر ازاي على اوروبا؟ إيه النتائج؟ في فرق يا شباب. بص، في فرق. في ناس لما باجي بدي اسئله، اما بقول لهم ما النتائج وبما تفسر، بيحط لي دي مكان دي. في فرق كبير. اما نيجي ناخد الحصه الجايه هوريك ازاي تجاوب على الاسئله دي ازاي. يعني مثلا النتائج بتبقى تفرق كتير عن بما تفسر. عندي طلبه بيحطوا دي مكان دي، يعني ايه النتائج المترتبه بما تفسر بيحطوها لي، لا دي غير دي. انا دلوقتي اما اروح قاره اوروبا، ايه النتائج اللي بتترتب اللي انا رحت من غير ورق لاوروبا نفسها؟ هقول له بيؤثر سلبا على استقرار وامن الدول. اللي بيروح ده ممكن يعمل جريمه، ممكن يسرق، ممكن يعمل اي حاجه، فده بيأثر على امن الدول. تمام؟ يبقى لما يقول لي النتائج المترتبه، انا عارفه الاسئله جديده بالنسبه لك. لما تقرا مره واتنين هيبقى الموضوع سهل جدا وبسيط، وان شاء الله قبل ما تقرا السؤال هتحله. تمام؟ فاضل 10 دقايق والميت يخلص. فعندي هنا ما النتائج المترتبه على زياده الهجره غير الشرعيه؟ زي ما قلنا يؤثر سلبا على استقرار وامن الدول. ايه الاخطار اللي بيتعرض ليها المهاجرين الغير شرعيين؟ معلش يا محمد عشان فاضل 10 دقائق. محمد. تمام يا ريم، شكرا. محمد، الله ينور. محمد، سامعني يا محمد؟ أنا يا محمد مس. عيد. ايوه يا محمد، عشان فاضل 10 دقائق. ايه الاخطار اللي بيتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين؟ لا، الغرق في البحر والاستغلال. وحرمانهم من حقوقهم. إيه؟ تمام، وحرمانهم من حقوقهم. تمام، الله ينور، اه. ممتاز. ماشي يا مس. فريدة. فريدة، نعم. ايه جهود مصر للحد من الهجرة الغير شرعية؟ وقعت مصر قانون مكافحة للجواز غير الشرعي والتهريب المهاجرين عام عام 2016. 2019. تمام، الله ينور. بصي، وضعت مصر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بس وشكرا. تمام. طيب، عماد طارق. نعم يا ميس. ايوه يا عماد، ما هي مقترحاتك لحل مشكلة الهجرة الغير شرعية؟ توفير فرص عمل للشباب الله يفتح وتحقيق عليك، الله ينور. الله ينور. تمام. محمد طارق. نعم. نعم يا ميس. ايوه. بما تفسر أهمية دراسة البيانات والإحصائيات السكانية. ليه؟ بدرسها ليه؟ فهم تطوير السكان مما يساعد على وضع خطط نمو مناسب للمجتمع. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. تساعد على وضع خطط لتلبية احتياجات المجتمع. تمام. أهم نقط الدرس بقى، هنلم الدنيا كده. بصوا يا شباب، دي أهم نقط الدرس احنا خدناها. إيه بقى أهم النقط؟ ترتيب القارات من حيث عدد السكان. عندي آسيا الأول وبعد كده أفريقيا. تمام؟ طيب، أكبر الدول الأفريقية سكانا بالترتيب يا محمد يا عيد. نيجيريا. الله يفتح عليك. إثيوبيا. مصر. تمام، الله ينور. الله ينور. مصر. الأولى عالميا وإفريقيا في ارتفاع المواليد يا ريم. أيوة يا مس. أيوة يا الأولى مس. اسمها إيه؟
ايه؟ الأولى عالميا وأفريقيا في ارتفاع المواليد. الأولى عالميا اه وأفريقيا في اه في ارتفاع المواليد. اللي هي القارة، في ولا أفريقيا. قصدك الدولة؟ في أفريقيا يا جماعة، في أفريقيا. أنا حاطة أهم النقاط. اللي هي الصومال. النيجر. الأولى عالميا نيجر. وإفريقيا. أيوة أهي والله. أنت مش معاكي أنت اللي قلتي الشاشة عندك ولا فريدة اللي قالت؟ ايه؟ الشاشة عندك باينة؟ مش واضحة. مش واضحة. تمام تمام ماشي ماشي مفيش مشكلة. بصي، الأولى عالميا وإفريقيا في ارتفاع المواليد النيجر. تمام كده يا ريم؟ تمام الله ينور. تمام. فريدة. مم. فريدة، أعلى الدول في الزيادة الطبيعية مين؟ بصوا يا جماعة عشان فاضل 10 دقايق. تمام. بصوا أهم ما نقط الدرس أنا هقولها عشان فاضل 10 دقايق. أهم نقط الدرس عندنا ترتيب القارات. من الناس تسمعني تصحصح معايا. تمام صحصحوا معايا يا شباب. أهم نقاط الدرس، أول حاجة ترتيب القارات من حيث عدد السكان. آسيا الأول بعد كده أفريقيا. أكبر الدول الأفريقية سكانا بالترتيب نيجيريا، أثيوبيا، مصر. أولى الدول عالميا وإفريقيا في ارتفاع المواليد النيجر. أعلى الدول في الزيادة الطبيعية نيجيريا، تشيد، لوسوتو. أعلى الدول في الزيادة الطبيعية. تمام كده. بالنسبة بشكل عام الصومال والنيجر. أول دول أفريقية جاذبة للمهاجرين دولة جنوب أفريقيا. الهجرة النازحة من قارة أفريقيا يتجهوا فين؟ أوروبا، أمريكا الشمالية، دول الخليج العربي. أكثر قارة يهاجر إليها السكان من قارة أفريقيا هجرة غير شرعية هي قارة إيه؟ أوروبا. الناس تجاوب بسرعة بس. اشتغلوا مع بعض بسرعة كده. معلش يا ريم، أول واحدة أنا هقول لك السؤال. أكبر الدول الأفريقية أيوة. من حيث عدد السكان. نيجيريا. تمام الله ينور. طيب. تاني ألو. سؤال. مين معايا؟ تمام الله ينور. محمد عيد. محمد. نعم. تأتي قارة ت- أفريقيا في المرتبة الكام من حيث عدد السكان؟ أفريقيا. الثالثة. لا أفريقيا بعدد السكان. أفريقيا الأولى. يا راجل، احنا قلنا الثانية. الأولانية مين؟ احنا قلنا الأولانية مين معاد عدد السكان؟ الأولانية على مهلك على مهلك. الأولانية ايه؟ احنا قلنا آسيا وأفريقيا. الأولانية تبقى ايه؟ آسيا. آسيا. والتانية؟ أفريقيا. تمام الله ينور. يبقى عندي تأتي قارة أفريقيا في المرتبة الثانية. تمام كده. انت هتحل الورق ده على فكرة. من حيث عدد الايه السكان. تمام. الميت ممكن يقفل علينا واحنا شغالين. تمام. هبعت لكم الورق وهقول لكم الواجب على الجروب. تمام. وميعادنا ان شاء الله يوم الخميس الجاي الساعه 3. تمام كده. لحد ما نظبط مواعيد يوم الخميس ده. ممكن نغيروه اصلا. الساعة تمام يا 3. ريت. الساعة 3 يا ماشي. مس. الساعه 3. سعودي ولا مصري؟ ايوه قول. عشان توقيت خاطر السعودية ولا توقيت مصر؟ توقيت مصر. الساعه 3 بتوقيت مصر. يعني أنا عندي الساعة 4. ماشي. تمام يا حبيبي. يبقى عندي زي ما قال كده محمد، تأتي قارة أفريقيا في المرتبة الثانية. تمام. السؤال اللي بعده. مين معانا؟ فريدة. نعم. فريدة. ثالث دول قارة نعم. أفريقيا من حيث عدد السكان. ثالث الدول خدي بالك. هاي فريدة. مصر. مصر. اللي يفتح عليك الله ينور. عماد. نعم يا ميس. أيوة يا عماد. أكبر الدول الإفريقية. فين السؤال؟ أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان. أفريقيا. أكبر. لا بص. أيوة. السؤال بالراحة. السؤال التالت ولا الرابع؟ الرابع. أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان. على مهل. أفريقيا. من آسيا. لا. آسيا. الله يفتح عليك. جدع يا عماد. برافو عليك. الله ينور. محمد. نعم يا ميس. دولة أفريقية تأتي في المرتبة الأولى عالميا وإفريقيا ارتفاعا في معدل المواليد اللي هو رقم النيجر. 5.
الله يفتح عليك، النيجر. ممتاز، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. رقم 6، ريم، تعد تشيد من أعلى دول أفريقيا في إيه؟ في معدل الوفيات ولا عدد السكان؟ أنا مين؟ أو أيوه ريم، أول واحدة. أنا أيوه يا ريم، أيوه يا ريم. ريم، معدل الوفيات. الله يفتح عليكي، ممتازة، الله يفتح عليكي. فريدة، نعم. أي من الدول الإفريقية التالية تعد الأعلى في معدلات الزيادة الطبيعية؟ على مهلك، على جنوب أقل من أفريقيا. مهلك. لا، احنا قلنا جنوب أفريقيا إن الناس الصومال. الإيه؟ الصومال. الصومال، الله يفتح عليكي. جنوب أفريقيا هي أول دولة إفريقية جاذبة لمين؟ للإيه؟ للهجرة، تمام كده، اللي هي جنوب أفريقيا. رقم 8، احنا خدنا محمد عيد. محمد أنت سألتك؟ أيوة يا مس سألتيني. سألتك، يبقى عماد اللي عليه الدور. عماد، انا اتسألت يا ميس. معلش هنسأله تاني، معلش. ماشي ماشي بنعيدنا عادي تاني، معلش هتقل عليك. عادي. لا ولا يهمك، ماشي. معدل الزيادة الطبيعية في قارة مقارنة بالمعدل العالمي، يعني الزيادة الطبيعية في قارة أفريقيا مقارنة بالمعدل العالمي، عالي ولا واطي مرتفع. ولا نعم، مرتفع. مرتفع، الله يفتح عليك، ممتاز، أنا بشكرك يا عماد. ممكن نسأل محمد بقى بعد إذنك؟ نعم يا ميس معاكي. أيوة، أول الدول الأفريقية، السؤال ده سهل، الجاذبة للمهاجرين دولة إيه؟ جنوب افريقيا. الله يفتح عليك، أنا بشكرك جدا، ممتاز، الله يفتح عليك. ريم، أيوة يا مس. انتقال السكان، خدي بالك، إلى قارة أفريقيا. دلوقتي أنا رايحة قارة أفريقيا، تفسير العبارة الهجرة لإيه؟ لحظة. على انتقل مهلك، السكان إلى قارة أفريقيا على مهلك، أنا معاكي، معاكي، أنا ما عنديش مشكلة. ها، ال... الهجرة الوافدة. الله يفتح عليكي، ممتاز، أنا بشكرك. نسأل محمد عيد.